يحكى أن هناك ملكا أراد الزواج من فتاة فائقة الجمال والذكاء من إحدى القبائل. قبل أن نبدأ ضع لايك واستغفر ربك في التعليقات. بعد أن تقدم للزواج منها ووافقت، سألها الملك عن رأيها في الرجال وعن صفاته كملك، فأجابته بذكاء وثقة قائلة: أيها الملك، الرجال ثلاثة: رجل كالطعام لا يستغنى عنه، ورجل كالدواء يحتاج إليه عند المرض، ورجل كالداء لا يحتاج إليه أبدا. أعجب الملك بردها وسألها: ومن أي الرجال أنا؟ فقالت: أنت كالطعام لا يستغنى عنك. تزوجها الملك وأصبحت زوجته، لكن مع مرور الوقت بدأ الشك يتسلل إلى قلب الملك بشأن ولائها وحبها له، فقرر أن يختبر دهاءها ومكرها. فجاءها ذات يوم وأخبرها أنه سيسافر لعدة أيام، لكنه في الواقع بقي مختبئا في القصر ليرى كيف ستتصرف أثناء غيابه. بعد يومين أرسلت المرأة رسالة إلى رجل آخر تطلب منه أن يأتي إلى القصر.